سلام عليكم. يلا نعمل في محضرة الطعام أكلة سهلة وسريعة وكمان مفيدة. احنا طبعا عرفنا الآلة أو محضرة الطعام بتاعتنا هنحط فيها كل حاجة برضو، وهنطبخ الأكلة بتاعتنا. طبعا احنا شرحنا طريقة تشغيلها قبل كده. هنبتدي ناخد بقى الجزء في المرة دي هنستفاد بجزئين من السلايدز بتاعها. هنشتغل بيه. اول واحد هنبتدي ناخد زي ما احنا عرفنا الطريقه برضه اهو. اخدين الجزء بتاع اللي هو السلايدز او الشرايح بتاعه البطاطس. انا هاخد هنا البطاطس، نشوف بقى كده هنقطعها ازاي، ومش هتاخد منك غير مجرد ثواني كده او دقيقة وتخلص البطاطس معاكي. انا هحط البطاطساية لو جاي على قد الحجم عادي، لو اكبر ممكن تقسميها نصين او كده. المهم تدخل في نفس المكان. شوفي بقى ما شاء الله خلصت بسرعة الشرايح واتعملت. تقدري تعملي كمية كبيرة من الشيبسي للولاد في العشاء بسرعة جدا، يعمل لك كمية حلوة قوي. طبعا ما تمسكيها زي ما احنا شرحنا قبل كده من فوق عشان الآلات الحادة ما تأثرش على الواحد يتعور. الشرايح جميلة اهي. انت بقى تحضري اي كميه انت عايزاها. انا بصراحه حبيت النهارده جربت معاكم اهو بطاطسايه كده سريع بالجزء الخاص بعمل الشرايح او الشيبسي بتاع البطاطس اهو. طبق شكلها جميل وسريعه وبتعمل كميه كبيره جدا في دقايق. هناخد بقى نجرب الجزء الخاص بالصوابع. هنا في برضو في محضرة الطعام دي جزء خاص يعمل البطاطس صوابع. هنحط برضو القطعة ونجرب كده يا ترى هتطلع صوابع كده ولا ايه. طبعا هثبتها بنفس الطريقة اللي احنا شفناها قبل كده، وهبتدي اقفل كويس الغطا. ولازم تسمعي التكة كويس اللي هي بتقفل ان انتي قفلتيها عشان تشتغل. سوري معلش. هحط البطاطسية اهو زي ما انتم شايفين، وتعالوا نشوف مع بعض النتيجة. طبعا سريعة جدا في عمل الشغل بتاعنا. هحط البطاطس اهو. هي بس هنا اللي انا واخداها عليها الملحوظة ان هي بتيجي بقى الجزء الاخير ده بيبقى لازق، فلازم افكها بايدي. بس هي انجزت لي كمية كبيرة جدا وما خدتش مني وقت خالص، بدل ما اقعد اخرط البطاطس صوابع. وهنا كلها كمان بتطلع حجم واحد، واما تسويها وتحمريها بتطلع كلها مستوية في وقت واحد، ما نبقاش يعني سمك مختلف. طبعا جميلة جدا وبيوفر عليا وقت سريع. هنا بقى عندك الشيبسي دي القطعتين اهو، واحدة للشيبسي وواحدة للصوابع. فاحنا كده عرفنا ان محضرة الطعام دي استفدنا بحاجتين فيها. هعمل البصل بقى برضو بتحطيه بنفس المكان، وبسكينة التقطيع اللي تحت دي اللي هي بتاعت اللحمة اللي شرحناها قبل كده. هحط البصل من فوق. طبعا هتقطعه تفرمه زي ما احنا عارفين كده. احنا فرمنا البصل، بصل وتوم بقى ادي الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا بقى هعمل كفتة، بحضر للكفتة وحطيت البصل والتوم اللي انا هستخدمه. وكده ايه تمام خلاص. عايزة جزء تاني. طبعا احنا هنا بنوريك ان في عندك هنا لو حبيتي بقى تعملي اللحمة احنا هنحط اللحمة اهو. نشغل الكبة بتاعتنا او محضرة الطعام، واحط اللحمة قطعة بقطعة على طول تتفرم كلها، وما بتاخدش دقايق. زي ما قلت لك الاكلة كلها ممكن تخلصيها بسرعة جدا. خلصت اللحمة اهي، واحنا عملنا البصل والثوم. خلاص كده تمام. ادى الجزء ده اللحمة اتفرمت وبقت مهروسة تماما. زي ما انتم شايفين الخطوات سهلة وما بتاخدش وقت. والمحضرة دي بصراحة عجبتني جدا لانها موفرة لي وقت ومريحاني. طبعا الجزء اللي احنا قلناه قبل كده الدورق دي معروفة في كل ايه الخلاطات. هنا محضرة الطعام بتاعتي ليها زرار بيبقى للورا ده، لما لو في لحمة او شغت او حاجة شبكت بتديها الزرار الخلفي اللي ورا. خلاص كده عندي القطعتين اللي انا شغلتهم بتاعت الصوابع وبتاعت الشيبسي. واحنا عرفنا ازاي فرمنا اللحمة وعملنا البصل والثوم في نفس السكينة.
كده تمام قوي. نبتدي بقى نحضر بقية الأكلة بتاعتنا اللي هي الكفتة. أنا عاملة كفتة وبطاطس محمرة، النوعين زي ما انتم شايفين. هنا الكبة اللي هي المطحنة بتاعت البهارات، ممكن تستخدميها في طحنة طبعا شوية الخضرة اللي أنا هحطها على الكفتة بتاعتي. وحطيت طبعا البصلة اهي واللحمه. البهارات بتاعتي عايزه معايا ملح ومعاكي بهارات لحمه وزعتر سوري ومعلقتين بقسماط مطحون ومعلقه صلصه. وكده البهارات بتاعتي كامله. وهحط بصله هقطعها شرايح لان انا هحطها في القلايه الهوائيه، وعشان احافظ على الاناء اللي انا شرحته لكم برضو قبل كده، وهحط لكم الرابط بتاعه اللي بيحافظ على القلايه من انها تتوسخ وتبقى نظيفه دايما. حطيتها اهوت كفته في القلايه، ما بتاخدش طبعا بس انا بقلبها بصراحه على الجهتين عشان الكفته كلها تتحمر، يعني بطلعها في وقت وابتدي اقلبها واحطها تاخد الوش التاني. فكده بتبقى خلاص الكفته بتاعتي طلعت في منتهى الطعامه وجميله وما بتاخدش وقت مني كله بقى. يعني الالات كلها جنبك سريعه، بتخلص لك الوجبه سريع. وده طبعا شكل الاناء اللي هو من السيليكون او الصينيه السيليكون اللي احنا استخدمناه. شوفوا نضيف ازاي، مفيش غير بعد ما اطرح البصل حافظنا عليها. وده شكل الكفته بعد ما خلصت. وجملناها طبعا بشرايح الجزر اللي معمولة برضو في محضرة الطعام، ومعاها الشيبسي ومعاها البطاطس المقطعة صوابع وشوية بقدونس كده. وحطيت طبعا البصل المشوي اللي احنا عملناه برضو حطيته. ويلا ناكل بالهنا والشفا. سلام عليكم.